هل تساءلت يوما لماذا نشعر أحيانا بأننا ندور في حلقة مفرغة من القهر والتخلف رغم مواهبنا الهائلة؟ كتاب التخلف الاجتماعي للدكتور مصطفى حجازي يكشف جذور هذا الإحساس، فلنغص سويا في أعماقه. جوهر الفكرة يخبرنا حجازي أن التخلف ليس مجرد تأخر اقتصادي، بل بنية نفسية اجتماعية تصنع ما يسميه الإنسان المقهور، شخص يعيش تحت ضغط الخوف والعجز فيطور دفاعات تكبله أكثر. أولاً، ملامح الإنسان المقهور: شعور دائم بالدونية وانعدام الحيلة، هروب إلى الأحلام أو انتظار مخلص خارجي. عدوانية معكوسة: يتسلط على الأضعف ليعوض قهره. ثانياً، كيف يعاد إنتاج القهر؟ القهر ينتقل عمودية: الأب يقهر الابن، المدير يقهر الموظف، حتى المدرسة تلقن الطاعة بدل الإبداع، والنتيجة مؤسسات تكرس الخوف وتمنع السؤال والنقد. ثالثاً، طريق التحرر. يبدأ التحرر بوعي آليات القهر داخلنا وحولنا. تربية تحررية تشجع الحوار والمسؤولية بدل التلقين. مثقف عضوي مرتبط بقضايا الناس، لا منغلق في برج عاجي. إذا أردنا مجتمعا ينهض، علينا أولا تحرير الإنسان من داخله. شاركني رأيك، أي حل من هذه الحلول تراه الأهم اليوم؟ اضغط إعجاب واشترك لتصلك ملخصات كتب تغير طريقة تفكيرك.